السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي لعشاق كفتة الرز. تعالوا النهارده نعمل كفتة الرز بمكون جديد هيخلي الكفتة في حتة تانية خالص. يلا على طول نخش على تفاصيل احلى طبق كفتة رز. بس لو اول مرة بتشوفوني كالعادة، اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير للفيديو. من احلى الاطباق اللي احنا بنحبها كلنا، النهارده هنضيف لها مكون حلو جدا هيعلي كده من شأنها ويخليها كفتة كده، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا على طول نخش على المقادير بتاعتنا. معايا كيلو من الرز المصري مغسول غسيل كويس جدا، وتصفيه من الميه كويس جدا. وتعالى اقول لكم السر اللي هنضيفه النهارده ايه. هي حبايه البطاطس. ايوه، حبايه البطاطس هتخلي الكفته معاكي حاجه كده، وانت بتاكليها صباع الكفته بيقطم معاكي، تطلع معاكي متماسكه، تطلع معاكي هشه. هيديها قوام حلو جدا. وجربوها وهتحكموا بنفسكم. كل الاضافات اللي هنضيفها: ربطه من الكزبره الخضراء، ربطه من الشبت. ما بضيفش بقدونس يا جماعه، وما تكتروش في الخضره عن كده علشان تطلع الكفته اللحمه باينه فيها. تمام. ننزل بقى بحبايتين من البصل متوسطين، مش كبار قوي، ولو البصل كبير يبقى كفايه حبايه من البصل. ومعايا كمان قرن فلفل حامي. ومعايا كمان 5 فصوص من الثوم. تمام. وزي ما انتم شايفين البطاطس بتاعتنا هنضيفها حبايه واحده لكل كيلو من الرز. تعالوا بقى نضيف البهارات بتاعتنا. معايا معلقه كبيره من الملح، وكمان معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من بهارات اللحمه، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة. ما بنضيفش اكتر من كده. وشمي الريحة وخدي بقى احلى طريقة لكفتة الرز بنفس الطريقة دي يا جماعة. وما تخافيش خالص من حباية البطاطس. عملنا كل الحاجات دي بقى، نروح نوزن لحمتنا عند الجزار ونفرمها. طبعا انا بفرمها عند الجزار لاني ما عنديش مفرمة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. طيب حتة اللحمة اللي هنفرمها للكفتة من الرقبة، وتكون جمل يا جماعة، او لحمة عندكم متاحة، بس اهم حاجة تكون نسبة الدهون فيها معدومة. مش عايزين اي دهون فيها خالص يا جماعة. تمام. كفتة الرز ما بتحبش الدهون،